بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد من عند الفراخ البلدي. بصوا حبايبي، اللقطة دي انا شفتها والله. بصوا فعلا نقول سبحان الله كلنا في الفيديو ده. الفرخة ديت هي بدأت تبيض اهيت. هحكي لكم طبعا عن كل حاجة، بس انا عايزاكم تشوفوا هي اول مرة تبيض. الفراخ دي من الفراخ الصغيرة. شايفين سبحان الله، هي اول مرة تبيض، يعني هي ما بيضتش قبل كده. الفرخة دي نوعها ايه؟ نوعها مش فيومي، بلدي مشعر. انا كنت جايباها مع الفراخ الفيومي التانية، بس شايفين ما شاء الله عليها، هي اول واحدة تبيض فيهم اهي. بصوا سبحان الله، شايفين البيضة بتطلع ازاي؟ اظن يعني منظر بمليون جنيه فعلا. سبحان الله، شايفين الانقباض اللي بيجي لها ده؟ سبحان الله. شايفين البيضة اهي بدأت تظهر شوية. بدأت كده تظهر البيضة شوية عليهم. لو هتسأليني اهني الأحلى الفراخ البلدي المشعر من تجربتي بقى ولا الفيومي؟ لا، البلدي المشعر طبعا. مناعته يعني عالية جدا جدا. وكمان انا لو كنت قلت لكم ان ديت اللي باضت ما كنتش هتصدقوني، لان شكلها صغير جدا. فحبيت اهيت ان انا اصورها لكم اهي، زي ما انتم شايفين الصغنونه خالص دي صغيره جدا. فما شاء الله اهيت. بصوا طبعا باضت بدري جدا جدا، يعني قبل ميعادها خالص. فسبحان الله اهيت. بصوا شايفين طبعا معاناه مع اول بيضه تطلعها. سبحان الله فعلا. فهي باضت بدري عندي الفراخ اللي هي البلدي المشعر. ما كانش عندي اللي هي الوحيدة اللي أنا جبتها بس بلدي ومشعر. للأسف يعني للأسف الباقي اللي عندي فيومي، يعني الباقي اللي عندي فيومي، مفيش اللي هي اللي كانت في وسطهم. وهي أول واحدة باضت اهي. يعني هي باضت كمان قبل ال4 شهور. بصوا كان في واحدة بتبيض معاها جوه كده، هتبدأ تطلع كده. هتبدأ كده ان هي ايه، هتطلع. شايفين يا عيني المعاناة اللي هي فيها. بس حبيت والله اصور لكم اللقطة دي برضو تشوفي كده بنفسك. بصوا شايفين اهي. بصوا طبعا هي دلوقتي اتوترت مني لاني انا وترتها الصراحه. بس انتوا دلوقتي هتشوفوا البيضه كده وهي طالعه باذن الله منها اهو. بصوا شايفين هي بدات تظهر اهي حتى البيضه. بصوا شايفين. فالفرخ بقى لو انت عايزه تجيبي فعلا فعلا، بصوا اهي البيضه. يا سبحان الله، يا سبحان الله والله. حبيت بس اوريكي المنظر ده والبيضه بتطلع، وهمسكها دلوقتي البيضه وهوريها لكم برضو اكيد يعني. لو حابه ان انت تجيبي بقى فراخ للبيض، لا هاتي اللي هو البلدي المشعر. شايفين اهي ما شاء الله البيضه وقعت، بس برضو اللقطه دي معرفتش اجيبها قوي. بس هي كده بصوا خلاص، هي كده باضت اهيت ما شاء الله عليها. اهي بصوا اهيت. بصوا البيضه وقعت منها اهي. زي ما قلت لكم هي اول مره تبيض عندي اللي هو البلدي المشعر ده. ما عنديش الا واحده بس، وللاسف، وبقول للاسف، جميلة جدا. شايفين لسه المية على البيضة كمان ازاي اهي. سبحان الله. هي صغيرة جدا. الفراخ دي بقى ميزتها بقى في البيض. ليه بقى انا بقولك كده؟ انا عملت الفيديو ده مخصوص ليه؟ لاني انا عايزة اقولك ان الفراخ دي ما فيش دهن خالص، يعني مش مربية دهون خالص. شايفين البيضة بتاعتها لسه صغنونة خالص. شايفين اهي. شايفين عاملة ازاي؟ سبحان الله، يا سبحان الله فعلا. سبحان الله اهيت اللي انا بشاور لكم عليها اللي هي الصغيرة دي. بصوا سخنة لسه البيضة سخنة. زي ما بقولك. شايفين بقى الفرق ما بينها وما بين الفرخ الفيومي؟ لا، هاتي شوية فراخ بلدي مشعر لو انتي حابة تجيبي للبيض. هتبيض معاكي بدري قبل ال4 شهور. كانت باضت اهيت ما شاء الله عليها. قبل ال4 شهور باضت. وكمان غير كده وكده ما بتاكلش اكل كتير. يعني هي ما بتاكلش اكل كتير زي الفراخ الفيومي. الفراخ الفيومي بتسحب في الاكل كتير وبتشيل معاكي دهون كتير، لان هي من طبع الفراخ الفيومي بتاكل ياما بتاكل ياما. فلو شافت الاكل قدام ال24 ساعه هتاكل. واحده كمان دخلت تبيض اهو. فلو شافت الاكل ال24 ساعه هتاكل، ما عندهاش مشكله. فانا ليه؟ طب ما انا اجيب شويه بلدي مشعر للبيض. ولو حابه ان انا بقى اجيب اي حاجه كده للاكل، اجيب شويه ديوك كده فيومي للاكل، اجيب بلدي هجيني كده للاكل، اجيب ساسو، اجيب مهجن، اشوف انا عايزه ايه. شايفين الفرخه بتاخد البيض تحتيها ازاي؟ سبحان الله فعلا فعلا. سبحان الله. تعالوا كده نخش على الفراخ بقى البلدي المشعر بتاعتنا. طبعا بقالي فتره كبيره ما صورتش معاكم الفراخ دي. الفراخ دي كانت عندي عيانه جدا جدا، وواحد مات منهم يعني الامانه برضو. ليه بقى؟ هقولك عشان ما تقعيش في الغلطه اللي انا وقعتها دي. ايه بقى الغلطه اللي انا وقعتها؟
ان انا طبعا كان المكان ضيق عليهم وصغير عليهم، فبالتالي الفرخ خلاص عايز يفرد كده فمش لاقي حته ان هو يفرد فيها. فبدأ بقى كوكسيديا بقى كده، وبدأت الايه الدنيا ما تتظبطش عندهم. طب عملت ايه على طول؟ الصراحه جبت علاج على طول بيطري، مش هقول لكم بقى خلطه وكلام من ده، لا، جبت كده جرعه للكوكسيديا على طول ليهم. وبدات ادي بقى ايه جرعه الكوكسيديا 3 ايام خلصوها. وفي خلال بقى بعد ما خلصوها اشتغلت معاهم بالبصل، كل يوم بقطع بصل، اطلع الصبح اقطع بالليل اقطع، لحد ما الحمد لله الفرخ فرفش معايا خالص. صدقوني ما كانش منظره كده خالص. بدات كده ارش الجير المطفي في المكان، وهبدا كده ان انا ايه مكان الحته اللي مبلوله بدات ان انا اشيلها وارش بدلها جير مطفي. وهبدا كده هحط الشكاره النظيفه بتاعتي اللي انا بغسلها على طول. انا بغسل الشكاير للطيور، الشكاره اللي بشيلها ببدا ايه احط بدلها كده شكاره نظيفه. تمام. فانا بحب دايما اكون متاكده من المكان ونظافه المكان عندي. فانا زي ما قلت لكم كده هم تعبوا مني خالص خالص فعلا، وواحد مات منهم. وبدات كده على طول جبت لهم جرعه للكوكسيديا، وعلى طول خلطه البصل الصراحه بالثوم بالليمون هي اللي فرفشت معايا الطيور. انا جايبه كيسه كده، البصل ده بيبقى رخيص شويه عندنا حبايبي، كيلو ونص ب5 او كيلو وربع ب5 بيبقى رخيص. فانا بجيبه كده للطيور اهوت، وبخلي كده الكيسه عندي في المكان، بقطع بقى طول ما انا قاعده كده بقطع لطيوري كلها منه. البصل اوفر من العلاج، يعني لما تجيبي كيلو بصل اوفر من العلاج بكتير. فبدات كده ان انا ايه بقطع كده على طول بصل، وساعات بعصر كمان على البصل نص ليمونه بفرك بيها العلف زي ما انتم شايفين كده. حابه بقى تحطي كزبره، كمون، شويه شطه، شويه بابريكا، شوفي اللي انت حابه تحطيه وتضيفيه. بس انا ما كانش عندي في المكان دلوقتي، فاشتغلت بايه باللي موجود عندي. بدأت على طول وسعت ليهم المكان على طول على طول. عملت ايه اهوت خدت حبة فوق وحبة تحت، يعني بدأت كده احط شوية في عين وشوية في عين لحد بقى ما ربنا يسهل واشوف لهم مكان. هو طبعا التربية الارضي هتفرق معاهم كتير. يعني بصوا احط كده خل تفاح ليهم في المية اهو، مضاد سموم كمان حلو جدا معاكي. زي ما بقولك التربية الأرضي حلوة جدا بقى في العمر ده. برضو عايزة أتكلم معاكي في نقطة. أنا لوقتنا هذا لسه بأكل بادي، ما دخلتش في النامي خالص. هما كده قفلوا الشهر بس أنا ما أكلتش اللي هو النامي. ليه بقى؟ لأن الفرخ كان تعبان معايا، فأنا مش عايزة إن أنا أغير أي حاجة وهو تعبان. غير كده وكده الدرجة التانية كان لسه مش هيعرف ياكلها. فقلت لا خلاص خليني كده في البادي. اول كده ما يستردوا صحتهم واحس ان الفرخ بدأ يحلو معايا ويبقى حلو، مفيش مشكلة خالص، هبدأ ادخل النامي على طول ليهم. زي ما انتوا شايفين باخد السقاية بغسلها، وباخد برضو العلافة، ما بحطش اكل كتير، ما بهدرش اكل قدامهم، بحط شوية بشوية. لازم كده بصوا هبدأ برضو ارش الجير كده مع شوية الملح الصغيرين جدا مع مع التبن كده، افرده في المكان، ادفلهم المكان لازم يبقى دافي، وكمان يبقى نظيف تحت الطيور عندك علشان ان شاء الله يعدوا معاكي بخير وبسلامة. برضو اللي انا عملته فوق هعمله برضو مع الدور اللي تحت. بقطع لكل دور كده بصلايه وبفركها كده بشويه العلف، وزي ما قلت لكم اعصروا على الكلام ده نص ليمونه، وحطوا بقى زي ما انتوا حابين خلطه اي اعشاب. الفرخ لما بيبقى تعبان طبعا ما بياكلش، ما كانوش بياكلوا ولا اي حاجه، بس الحمد لله اتحسنوا معايا اهو. زي ما بقولك لو في عندك مكان وعندك أوضة كانوا هيبقوا 10/10. فخدي بالك من مرض الكوكسيديا ده لعين. مرض الكوكسيديا ده بيجي بأسباب كتيرة. بيبقى أصلا موجود في أمعاء الطائر وبيبدأ ينشط معاكي بقى لو مثلا الطائر عمل حمام في المية وشرب، لو عمل في الأكل وأكل مكانه، لو لقط من الأرض، لو المكان مش نظيف. فهو ليه عوامل كتيرة الكوكسيديا ممكن تيجي إيه في المكان عندك. تمام. فالروميايه دي كمان لاحظت عليها ان هي بتبص للبيض الظاهر ان هي كمان هتبيض. شايفين الجردل ده اللي انا بغسل فيه السقايات يوميا بتاعتي، بقى هي بوريكم مكان الغسيل. وكمان اتبقى عندي شويه رز كده هبدا احطه للفراخ الكبيره تبدا تاكل منه مع مع بعد ما انضف المكان. يعني هنضف المكان كده، نضفت المكان بقى وقطعت لهم البصل شايفين، وبدات كده الحته المبلوله عشان الشتاء بدات كده احط الجير المطفي في المكان. يا رب فيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي مني بحاجه بسيطه وطلعتي مني بمعلومه بسيطه. خلاصه الكلام يا حبايبي في الفيديو ده، شايفين حجم الفراخ الفيومي واقفه جنبها الفرخه اللي باضت، شايفين الحجم عامل ازاي. لو انت عايزه نصيحتي الحجم الصغير ده
مش بيشيل معاكي دهون، مش بتربي دهون، ممتازة ممتازة في البيض معاكي، أحلى كمان 100 مرة من الفرخ الفيومي. هاتيلك لو هتجيبي، لأ ما تجيبيش فيومي، أو لو حابة إن انت تجيبي فيومي هاتي شوية فيومي وشوية بلدي مشطشط. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم يا حبايبي، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.